السلام عليكم خوتي احبابي صحابي، واخيرا انطلق كاس افريقيا للامم بالمغرب بعد انتظار دام لاشهر طويله منذ الاعلان عن بلد تنظيم هذا الكان، والذي تاجل في العديد من المناسبات. اليوم المنتخب الوطني المغربي حقق انتصارا وان كان صعبا، فانتصر بنتيجه صغيره، هدفين لصفر، وضمن المرتبة الأولى في أول الدورات في هذه المجموعة بعد تعادل منتخب مالي اليوم مع منتخب زامبيا ب1-1. إذا المنتخب الوطني المغربي الآن كيحتل المرتبة الأولى ب3 نقاط زائد 2، والمرتبة الثانية منقسمة يعني مشتركة ما بين زامبيا ومالي بنقطة واحدة، وفي الأخير هناك جزر القمر ب0-2. هادو هما النتائج، وهذا هو الترتيب ديال اول دوره من دورات المجموعه الاولى التي يتواجدون فيها هؤلاء المنتخبات الاربعه. التنظيم او الافتتاح، حفل الافتتاح كان من اجمل يعني الاحتفالات منذ انطلاق كاس افريقيا. كان حفلا رائعا بكل المقاييس. لا هذيك الاضاءه كيفاش كتحرك ذاك الاضاءه في التيران، ولا التقاليد المغربيه اللي كانت حاضره والثقافه المغربيه بقوه، ولا الحضور الجماهيري، ولا التفاعل كيفاش كان، ولا الحضور ديال الامير مولاي الحسن حينما اعطى ضربه البدايه وبدون بروتوكول سياسي، بلا حتى شي حاجه، دخل كانه انسان عادي جدا بكل تواضع، دخل الى الملعب. وشفنا التفاعل الكبير ديال الجمهور مع مولاي الحسن اللي خدا صراحه رقم واحد في البارحه بالامس هناك بالمركب الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينه الرباط. التنظيم كان رائعا جدا، وكانت سلاسه حتى في الدخول ديال الجمهور، ولا الطريقه باش دخلوا الناس للتيران، ولا ما كانش شي هفوه واحده، ما كانوش اخطاء، ما كان حتى شي حاجه. الحمد لله المغرب اصبح يضرب به المثل في تنظيم يعني المحافل الكبرى، وهذه تحسب للجامعه الملكيه المغربيه ولا كل المكونات التي تشغل كره القدم المغربيه. نعود الى اللقاء. هذا اللقاء كبدايه، فالشوط الاول كان باهتا من طرف المنتخب الوطني، ولكن حنا الى رجعنا للمقابله وضياع ضربه جزاء ديال رحيمي، فغادي نعرفوا بان اللمسه ديال وليد الركراكي لم تظهر، وانه كان كيحاول يدخل من العمق. وحنا عارفين بان المنتخب المغربي كيلعب على الاطراف، لان الاطراف عندنا هما يعني لا بغينا نربحوا اي منتخب كيف ما كان نوعه، فخصنا نلعبوا على الاطراف، لاننا عندنا الاطراف واعره ومجهده ومزيانه. ولكن حنا حاولنا اننا ندخلوا من العمق، وصراحه ما كانت حتى شي تسديده مؤثره في الشوط الاول. دخلنا شويه ديال الشك، ولكن ابراهيم دياز في الجوله الثانيه افتتح التسجيل، وبالتالي اعطى امل للجمهور المغربيه بعد تمريره مع نصير المزراوي. كانوا بزاف ديال الملاحظات، ولكن يعني كالاصابه ديال سايس، وسايس كيطرح اكثر من علامه استفهام، كيفاش ان المدرب دخلوه يعني رسمي، وهو كيفتقد للتنافسيه صراحه، لان الدوري العربي اللي محترف فيه وهو في سن يعني متقدم، فما غاديش ندويو على هذه الحيثيات ولا على هذا، لان دابا دخلنا في واحد المسابقه وفي البطوله، فما خصناش نشوشوا، ولكن خصنا نتفائلوا ونشجعوا هذا المنتخب هذا. ووالد الركراكي خصو يعيد النظر محدنا عاد في البدايه، وان شاء الله غادي يتدارك الموقف. ورغم ان عندنا نقص وعندنا مصينا ادم مصينا فهو عنده اصابه، مع ذلك احنا ما بغيناش ندخلوا لذاك اللعيبه ديال الترقاع ونبقاو نرقعوا التشكيله. الحمد لله كنتوفروا على لاعبين كثيرين في وكيلعبوا مزيان وعندهم بلاصتهم في هذا المنتخب هذا، ولكن لم تتم المناداه عليهم. ولكن قلنا هذا اختيار المدرب، وغادي نتسناوه شنو غادي يدير وحنا معاه. الجماهير كانت برافو،
منذ انطلاق المقابله وهي لم تصمت ولو دقيقه واحده. كما طلب منها والد الركراكي فكانت في التيران وفات بالوعد ديالها وشجعت المنتخب الوطني. كما قلت اهم حاجه وهي 3 النقاط، ولكن افضل ما كاين في الماتش وهي ضربه مقاصيه ديال الكعبي، وكيأكد على انه قناص وهداف وما بغاش يسجل غير هدف عادي، ولكن سجل واحد الهدف اللي غادي يكون ربما من اجمل الاهداف في كاس افريقيا بعد تمريره من عند انس صلاح الدين. هذا الوليد اللي ثبت كذلك على انه لاعب رائع جدا وقام بمقابله كبيره. وتحياتي لكم ونتشوفوا في اللقاء الجاي ان شاء الله ديال المنتخب الوطني المغربي مع منتخب مالي في مقابله قويه. الفوز يعني التاهل، واخا حنا ضمننا التاهل دابا لان 3 المنتخبات كيدوزوا، ولكن خصنا ناكدوا على الجداره ديال هذه الانتصارات المتتاليه ديال المنتخب الوطني وديال والد الركراكي اللي مازال ما خسرش منذ الهزيمه امام جنوب افريقيا. تحياتي لكم.